صار فينا نقول بلش فصل الصيف. اخذ اياس على القد ونسي يعمل حساب سماكة هون. الحياة لا تخلو من التعب، ولا أحد يمشي طريقه بلا صعوبات، لكن الجميل أن نبقى أقوياء بالله، مطمئنين بأن كل ضيق له فرج، وكل تعب وراءه راحة. مهما أثقلتنا الأيام يبقى الأمل نورا لا ينطفئ، ويبقى اليقين بالله أعظم قوة تسند قلوبنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا لا تيأسوا أبدا، وعيشوا حياتكم بقلب قوي ونفس راضية، وثقة بأن القادم أجمل بإذن الله. فاللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، وافتح لنا أبواب الخير والبركة والسعادة، واجعل أيامنا القادمة أجمل مما تمنينا، واحفظ لنا أهلنا وأحبابنا، واملأ بيوتنا رضا ورحمة ونورا. اللهم آمين، ولكل متابعيني يا رب العالمين. رسميا يا جماعة صار فينا نقول بلش فصل الصيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم بكل خير، وهلا وكل الهلا فيكم بفيديو جديد اليوم. وأخيرا على طلبكم وعلى كتر ما طلبتوا مني، عن جد بدها زلوطة. رح شارك معكم جولة بالبيت بعد ما خلصنا كسوة وهيك، وانتوا عم تقولوا لي صورينا جولة كاملة بالبيت. فوالله صار معي هيك كذا شغلة وما كنت أقدر. هي الصوبيا اسمها S200، بتشتغل على المازوت، كتير سألتوني عليها. بتشتغل بس على كبسة الزر، وكمان وقت بدكم تطفوها نفس الشي. يعني الحمد لله كتير ظريفة، وبنصحكم إذا لقيتوا منها جيبوا. هلأ قبل ما نبدأ بأي شي خلونا نكسب الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونذكر الله ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا بدنا ننزل شي نفشحها، بس هاي الهرمية بس هذا بيلقط رطوبة من الجو. بما انه دفت الدنيا وصلنا زمان ما شغلنا الصوبيا، فقلنا خلاص رح نمسحها نكيسها ونقيمها، ورح رجع. هون في عندي كنبة مفردة أنا فصلتها لهاي الزاوية، فكنت حاططها بالمطبخ وهكلانة همها، فهلأ بدي رجع لمكانها مشان يكمل الصالون يبان أحلى. قبل ما نبلش بروتيننا لهذا اليوم، حابة أعرفكم عن قناتها الصبية اسمها مطبخ علا هوم. من الصبايا اللي بتشاركنا روتيناتها، هي بتركيا وحابة ترجع لسوريا، فهي إلى فترة طويلة عم تشتغل عليها ولسه ما تفعلت. فطالبين دعمكم، فوتوا لعندها، رح أحط لكم الرابط بأول تعليق مثبت، وبتلاقوا الرابط بصندوق الوصف. متأكدة إنه إن شاء الله رح تعجبكم قناتها، ففوتوا على آخر فيديو واكتبوا لنا نحن من طرف مطبخ أم اللول. بعرفكم كفو ما رح تقصروا أبدا. بارك الله فيكم جميعا. كنت حاططها بالمطبخ بالزاوية بشكل مؤقت. هي قرنتها. نحن مفصلين على قدها صح. بدال الصوبيا عملتها حساب. هي أول مرة حنجيب الكلبيات، صرنا شهرين ونص. يا سلام يا سلام، شوف الأولاد سلسال. هي ما بيفوت تحت منها وسخ على فكرة. تحت من وراها. اي ما بفوت تحتها وسخ ابدا ولا غبرة، لانه على الارض عملتها. نحن ما اتعذب مشان ما يعلم على الحيط. ايه صح. وبعدين شوي عن الحيط هالقد. هيك الأولاد. هذا نزار، كله نزار. هذا جهاز الديجيتال والله لأن شهر عم ندور عليه. فوقت تعملوه هيك الطقم الكنبايات، صحيح ما فيكم تقربوا عليه مي وتشطفوا هيك، بس خلص بتريحوا راسكم، ما بتغبر تحتهم ابدا. نطلع نشوفها هدايا وراها. قلمي 3 كمان 3. هذا الأولاد هيك اللي عنده أولاد هيك. هذا نزار أكثر الشيء. هاتي هذا المكنسة لجوا. نحن عاملينهم مزروكين على القد، فمشان هيك انا ما بقدر لحالي على فكره انه زيحهم. اذا ما عمل
الطاولة الصغيرة ما بينهم ومعنا. ايه صح، هديك الصغيرة البفل الصغير. انت بدك مسجات؟ شي شهر تاني ان شاء الله. كثير شهر. شهر هلا كتير. حنختلف من هلا. ايه والله هلا هو على صراحة. فكرة في عالم بتقول ما بيأثر الشوب، صح. وفي عالم بتقول بيعطي رطوبة. لا احنا ما بدنا لا الرطوبة ولا الشوب. هلا ما مبين انه بشوب هو. إذا ضل بينام وكله خيوطه. ايوه بدنا اياه يضل جديد. ايوه انا بس مشان هيك، عشان يضل جديد من هون للشتويه الجايه، عشان يضل بزهوته بشكل عام. فبدي اعمل له غسله هيك بالهوفر ان شاء الله تعالى، وبنلفه وبنقيمه بنحطه على سقيفه باذن الله. هلا بيرخي الاسفنج مع الوقت، ما الكنبايات كلياتهم ملفوفين اسفنج على الداير، فانا مع الوقت بيرخي يعني. بس هو بصراحة غلط، اخذ قياس على القد ونسي يعمل حساب سماكة هون، بس نزلوا زرق خلاص مشي الحال. ما رح نعمل قصة من وراها. يعني ما ناخذ هي بس نضيقها بيمشي الحال على فكرة. هلا هي مرتاحة على أول مرة ركبناها. ايوه أول مرة قعدت فوق نزلت. هلا لا لا الاسفنج بيريح مع الوقت. مش لو بس بنخلي محل ايد تستنزل غيره. هلكتيني. جيب لك مساعدة تساعدك بالبيت. شو عليه والله. بدك اياه تمعنا على طول تفرجي على ابو الفراجير. تبع يا اصيلة. بدي اجيب لك مثله. عرفتي الحلقة؟ يمكن راح اتجوز وحدة. وحدة تانية اتجوز وحدة مشان تساعدك. طيب هلا هي حربت لك اياها مشان تضل هيك وتطلع بطلوع. تمام عشان ما تنزل لتحت. هيك حكمتي علي لاني طلبت منك اكله صعبه شوي بشرط ساعدك بالبيت. هذا عدل. ها قلنا لها سوي لنا اكله مقادم مع حفاتي مع كذا، قالوا مساعدني بالبيت. على اخر شيء قلت لي والله تعبانه ما حوس شو شغلتني وهي ما شغلتني. نحن على فكره ما بنفتح الشباك بنوب لانه لو نفتحه الغبره بتاكل البيت اكل. هيك عملنا الحمد لله قليلة بالغبرة. إن شاء الله هيك استوفينا الشروط. تمام الله يعطيك العافية. بقى الأكلة هلا قولي. إذا لقيتيها صعبة كتير 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 بنلاقي لك أكلة صعبة بس أهين منها. طيب ما بيمشي الحال نروح ناكلها جاهزة؟ بلا. ايه خلاص لك. إيه شغلتيني على الفاضي. أنا عرقت وهلكت بس ما بيساوي ساعة شغل على الكريك. هذا الشغل اللي بتشتغلوه انتم. بالله ساعة شغل على الكريك ما بيساوي. الله يعطيكم العافية ويقويكم يا رب. بالبلاط والشبيكة والرمل. أحسن شيء المماسح. ايه والله عن جد. هدول ما بيزغروا. خص نصل البلور. ولو بنرجع من عيد لأنه ما بنفتح الشبابيك ما في غبرة. بس البلور من ايدي الاولاد من الغرض بنحط عليه بكروات هيك. غيره بدنا نساوي المطبخ كمان. لا حلي عني هذا مو شغلي. يلا معناتها رح روح هيك على السريع ساوي المطبخ، ما بده الا شوية ترتيبات يعني عشان نعمل لهم جولة بالبيت. احط شاشتي هلا واغراضي بس ناقصها الشجرة اللي بدي اجيبها وما كنت اعرف اجيبها. حاطة عيني على شجرة زيتون هيك جنب المراية بتطلع بتجنن. زيتونة. نخلة. في نخلة كمان صناعية اللي بدك اياه. كتير طالعة دارجة وحلوة هلا شجرة الزيتون. بس مثل ما قلت لك شفناها فيها 4 جذوع هالقد. ما حلوة، ورقها أحلى من جذعها. إذا بنلاقي وحدة صغيرة ورقها كتير إيه. يلا تيسري على مطبخك كده. والله ماني.
وهلأ رح نعمل جولة بالبيت. رح نبلش من الباب الخارجي، هذا عملناه باب تركي لأنه في صبايا قالوا لي احكي لنا عن كل التفاصيل اللي عملتيها، فرح أختصر أنا. الباب التركي لقيته أحلى من الباب البخ وهيك، حتى بيجي أمتن وفيه كذا حيطين بديل الشيبورد بالصالون، وحطيت هيك لوحتين وهذا الطقم الرمادي. على فكرة أنا كنت رح أعمل بهذا الصالون اللون البيج وجوا اللون الرمادي، بس النجار خربط فقلنا يلا ما في مشكلة، وطلع كمان كتير حلو. حبينا انه يكونوا الطقمين نفس الشي، كرمال اذا فتحنا الصالونين على بعض يعني يكونوا نفس الشكل، هيك بتحسوا اهدى وارقى. هلا بهذا المكان بدي اعمل خزانة احذية، فلسه ان شاء الله مع الوقت يعني بدي سبحان الله الواحد بيسكن ويضل يعني وقت هو عم يقول بدي لسه اساوي هيك واعمل هيك وحدث هيك، فالحمد لله. والسقف عملناه هيك بهذا الشكل، حبينا يعني هذا الصالون يكون سقفه يعني غير مميز، بس عن حسيت الإضاءة بهذا الصالون مبالغ فيها كتير، مكترين سبوتات ما بعرف ليش، بس يعني الواحد اللي بده يشغلهم بشغلهم، بده يطفيهم بيطفيهم، يعني ما لنا متقيدين. شايفين هدول البديل الخشب المخططين اللي فوق الباب، هدول بدي قيمهم، حطيناهم بشكل مؤقت لأنه ما لقينا من نفس لوح البديل الشيبورد. الواحد يعني لازم يعمل حساب يجيب واحد زيادة. نحن جبناهم مثلا وبعد شي أسبوع بلشنا اشتغلنا فيهم، فانفقد اللون هذا الرمادي وما تلاقينا منه، فمع الوقت كل شي الواحد بغيره وبزبطه. هلأ هون عنا الصالون التاني أو غرفة القعدة، كمان خلفية الشاشة نحن عملنا هذا الديكور صممناه، حطينا ألواح بديل الشيبورد باللون البيج، هذا هيك بيجي قماشي كتير حلو، وطبيعته في عمودين ظاهرين بالغرفة فلبسناهم باللون الخشبي وكملنا الديكور على هذا السيستم. بس الشغلة الوحدة اللي ندمنا عليها، الله ما يندم حدا على شيء، انه ما سكرنا السقف بهاي الغرفة، مع انه بلطنا الاسطوح وهيك، بس السطح ما منعها لانه لسه بده جلي، فشكله هيك شربان السقف هاي الغرفة مي، لانه ما شاء الله نزلت امطار غزيرة جدا هالسنة. فالحمد لله رب العالمين اللي بهيك ولا بغيره. فعالصيفية فينا يا نظبطه نرجع ندهنه من أول وجديد، أو نلبسه جبسون بورد، ما بعرف شو بصير معنا. الله يختار الخير إلنا وإلكم جميعا يا رب. هلأ منجي على غرفة الأولاد، تصميمهم كتير رايق، حسيته وما فيه أي عجقة وهيك. بتعرفوا الأولاد طبيعتهم عندهم أغراض وألعاب وهيك، فلازم يكون أكتر شي غرفتهم هادية. الخزانة عملناها بابين سحاب، هاي الغرفة ل3 أطفال، عملت لهم كمان المراية سحاب كرمال ما يضل على طول بصمات عليها. غرف الأولاد مو كتير كبار، لو كبار كان طلع التصميم أحلى، فمشان هيك عملنا تخت طابقين، حتى ما قدرنا نحط التخت الطابقين بالصدر كان طلع أحلى لأنه محصورين بمساحة معينة، بس الحمد لله يعني بنفس الوقت الشكل حلو وأنيق وما قايل شي الحمد لله. هلأ بنيجي للغرفة اللي حدها، الغرفة الثانية للأطفال، كمان هي غرفة لطفلين، فيها تختين وخزانة 3 أبواب، بابين كلهم رفوف وباب للتعليق، وعملت لها كمان مراية هيك سحاب مشان ما تاخد مساحة. وهذا هو الشكل، البرداية باللون الأوف وايت تقريبا، ومكتبين، وإن شاء الله مع الوقت بدي أجيب لهم كراسي للمكاتب. نيجي هلأ للقسم الثاني من البيت. هلا هداك القسم فيه شفتوا الصالونات وغرف النوم للأولاد، هذا القسم فيه غرفة النوم والحمامات والمطبخ. هلا في هون تفصيل صغير ما شفته بغرفة النوم، فصل لنا اياه بعدين النجار، هدول الكنبايتين المفردين. هلا شلت الحرام الشتوي الفرو، كان نفس لون التخت كتير طالع حلو مع لون السجادة. هلا حطيت هذا المسبل الصيفي. وقت ورجيتكم تصميم غرفة النوم، في كتير ناس قالوا كتير حلوة، في ناس يعني استغربت الموديل انه شو هذا غرفة نوم ولا مطبخ، ليش هيك شكل الخزن. هلا هيك الدارج كله هاي جلوس بلا تحذير، بيكون رايق بدون ألوان معجقة، عرفتوا. أنا شخصيا كان بدي اللون الخشبي الفاتح، ما كان بدي هذا اللون الغامق، بس وقت شفته ركبه وهيك خلص قلت يعني مش الحال. بس أنا كان بنفسي اللون الخشبي الفاتح بحسه بيطلع أحلى مع الأوف وايت. أنا قبل كان عندي خزانة 4 أبواب، عن جد ما أعرف وين بدي أحط أغراضي. هلأ ما شاء الله عندي تخزين بحر مثل ما بقولوا، خصوصي هدول اللي فوق يعني بتضبوا فيهم أغراضكم الصيفي الشتوي، أغراض ما نكون عايزينها، شراشف وياهم مخدات مثلا ما عم تستخدموها، كله بينحط فوق، كله بينضب، ما بيضل عنكم كراكيب أبدا.
هلا بنيجي للكوريدور. حطيت هاي اللوحة اللي عليها مراية مكتوب عليها رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة، بس على الشحن واقع منا بعض حرف فبدي فصل غيرهم ان شاء الله. وهاي الحمام الكبير، شفتوا هداك الحمام الصغير، وفي لسه عندي حمام عربي. وهي هون المطبخ، بسم الله ما شاء الله. بنبلش من هون. المجلة رخام صناعي، هاد بيقولوا له نانو، كتير بتسألوني عليه، وكعملي ما شاء الله عملي جدا. شايفين عاملة هون سطح المجلة وحيط المجلة نفس النوع الرخام، بيعطيكم مساحة نظر كتير حلوة، أناقة رتابة عن جد. يعني ما ندمت عليها هالخطوة أبدا. صحيح أغلى بس كتير بيطلع حلو. الخزن مات عملتهم هذا النوع اسباني، هاي جلوس اسباني. شايفين خط اللاينر هذا الشمسي عطيه جمال روعة. انا ما حبيت اعمله لامع لانه مطبخي كتير ضاوي ما شاء الله. شايفين في واجهة كبيرة، فاي لمسة اي بصمة يعني بده يبين عليه كتير، ودائما بدي اشتغل فيه. فهذا يعني اقل تبصيم، المات دائما اقل تبصيم. مع هيك ضل بمسحه وبده مسح، ما تفكروا ما بيتوسخ، بيتوسخ بس اقل من اللامع. بهذا الطرف مثل ما شايفين حاطه البراد. هذا البراد بيجي بابين، باب براد وباب فريزة. فوق في ميكروويف فرن، تحت الفرن حاطه درج مثلا حاطه فيه قصدير، وهذا الورق الزبده، نايلون المساكات وهيك. تقريبا كل شي بخص الفرن. تحت حاطه الصواني، وهون خزانه خاصه للادوات الكهربائيه، عاملتها من فوق لتحت. بهذا القسم ما تطلعوا لهون لانه زمانه خالص، وحاطه فيها هيك مدينه بحط فيها كم شغله. هذا الحيط لبسناه بديل رخام نفس نوع المجلة، فطلع كتير حلو. شايفين؟ وهنيك لبسناه جرانيت كمان قريب من المجلة، كمان طلعوا حلوين ما شاء الله. هاي الغسالة وهاي الجلاية. يعني اهم شي مثلث الحركة. الدرج اللي تحت الغاز عملته للمعالق، كتير بسهل علينا الشغل. هدول هون جرارات اطرميزات البهارات، شايفين؟ هون اخر درج كمان عاملته للمرطبانات وهيك للمونة. احلى حركة كمان عملتها هي هاد الجرار منظمات للمنظفات، يعني كل شي بحتاجه بلاقيه، والادوية تبعات الغسالة وهيك كمان بتكون قريبة منه. هلا بنجي لهون لركن القهوة. عملت هون بترينة هي خاصة بالفناجين القهوة وهيك. حبيت احط لمسة خضرة، حطيت هيك مزريعة، لسه ما انه خالص يعني لسه عم رتب وظبط. فحطيت مكانات القهوة وهيك. حبيت احط للشبابيك هاي الستائر، صراحة كتير ظريفة، وحتى يعني اذا توسخ دغري بتليفوها دغري بتمسح. مثلا اذا بتحبوا هيك معتم على الاخر، هيك نص ضو. مع انه واجهتي كبيرة فعملتهم 4 قطع، فيكم تعملون قطعتين 3 قطع على حسب انتو شو بتحبوا. والسقف عملناه مسكر مثل ما شايفين، وهي رسمة اللاينر اللي عملناها. وعم فكر اني اعمل لاينر هون تحت المجلة كمان بيضوي على شغلي، انا عم بشتغل بالمطبخ. وهي بتساعدني دائما بالتصوير، صديقتي بالتصوير كتير ظريفة. شايفين تنحني هيك وهيك، فهي صديقتي بالتصوير، وبعتمد على إضاءة المطبخ بس، ما بعتمد على أي إضاءة تانية. وهذا كل شي بالمطبخ. فهي هي كانت الجولة بالبيت، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. يعني صراحة على طلبكم كتير في قصص يعني قايلتها وعدتها كرمالكم، يعني صراحة ما بحب أنا كتير عيد عشان ما حدا يمل مني. هلأ بدي أحضر أكلة شاكرية بلحمة.
صرنا زمان ما أكلناها بلحمة، دائما بنعملها بدجاج. فبطنجرة الضغط الإلكترونية شغلتها أول شي على وضع التحمير، تركتها لتحمى شوي، ضفت شوية زيت نباتي، نزلت اللحمة وقطعت حبة بصل حجم وسط، وضفت لها البهارات: سلق الخشنة، الورق الغار، القرفة، قرنفل، فلفل حب هيل. شوفي عندكم مطيبات للحمة ضيفوها. هلأ هون لتحضير اللبن، طريقتي باللبن ما بغيرها أبدا: كيلين لبن، حبة بيضة، 5 معالق نشا، معلقتين حليب بودرة، بيطلع اللبن ولا أطيب. حبيت إني جهز اللبن هيك أخفقه وحطه على جنب. هلأ اللحمة قليتها هيك شوي مع بعضها مع البهارات، وضفت لها مي سخنة مغلية. ضروري وقت نسخن اللحمة نضيف لها مي سخنة مغلية مشان ما تشد. فهلأ تركتها شوي مشان تطلع الزفرة اللي فيها. هلا هون متل ما شفتوا أمنت على اللحمة، حطيتها 30 دقيقة، خفقت اللبن تركته على جنب. وهلأ بدي أحضر الرز. حطيت شوية زيت ورح أضيف لهم كمان معلقتين من السمن الحيواني. طلعت إبريق الزيت من الجلاية، هلأ بدي نشفه وعبي زيت كان فاضي. أي قطرميز إزاز عندي عم يفضى مباشر عم حطه بالجلاية مع الجلي مشان يضل دائما عندي الإزاز نظيف وعم يلمع. سبحان الله كنت عم أطبخ هالطبخة وإجت لعنا حماتي وعمي وأخته لعمي كمان، فكان إلهم النصيب ياكلوا منها. سبحان الله عملت كيليين وما شاء الله قده، والله طرح البركة. هلا بدي بلش بطبخ الشاكرية. بطنجرة حطيت هيك معلقة سمن حيواني صغيرة، وجبت حبة بصل. هلا شوفوا الشاكرية نحن طريقتنا الشامية منضيف بصل، في ناس بغير محافظات بضيفوا توم، بس سبحان الله خلص نحن متعودين عليها على البصل. قلبتهم هيك تقليبتين، ضفت لهم رشة ملح ورشة فلفل صغيرة. هلا بعد ما وقف المؤقت تبعيت الطنجرة، شوفوا وقت يكون فيها بخار وسخنة ما بتفتح الطنجرة، الحمد لله لأنها آمنة. بس إنه تصير جاهزة لتفتح فيكم تفتح.
هلا حضيف عليهم اللحم. بسم الله. هلا بعد ما استوت اللحمة ضفتها فوق البصل، عملت لها تقليبتين 3. في ناس حتى بتحط لحم بعظمه هيك قطع صغيرة كمان بتطلع طيبة. خمرتهم بمرقة اللحمة وصفيتهم منيح بمنخل ناعم مشان ما ينزل معهم البهارات الخشنة. وهلا نزلت عليهم اللبن. طبعا اللبن بنخفقه شوي انه احيانا النشا بيرسب اذا تركتوه وقت، فبنعمله تحريكة وبعدين بنضيفهم هيك فوق اللحمة والمرقة. هلا في ناس مثل امي بتشوي اللبن لحاله، وقت يغلي اللبن بتضيف اللحمة والمرقة كمان بصير. يعني انا صراحة هي طريقة حماتي وبعملها من زمان وما بيفرط اللبن ابدا. حتى على طريقة امي دائما بعملها، يعني بشوي اللبن بعدين بضيف المرقة، بس على حسب الشغل على حسب السهولة بشتغل الطريقتين صحيحتين، والطريقتين ما بيفرط اللبن ابدا. بعد ما غلى اللبن نتركه هيك يغلي غلوتين مع اللحمة مشان يعقد شوي وبصير عنا جاهز. بالنسبة لكمية اللحمة تقريبا أنا طبخت كيلو لحمة حطيت عليهم كيليين لبن، يعني طلعت الكمية متناسبة نوعا ما. بسم الله الرحمن الرحيم. هدول بضلوا بقصفلة الطنجرة أطيب شي، هيك حطيتهم بصحن مشان ندوق مو مشان شي، فحطيتهم هيك وعليهم معلقة رز، وعن جد كانت النكهة خطيرة. هلا مرقة اللحمة اللي ضلت عندي حرام كبة دسمة ظريفة، فحطيتها هيك بعلبة صغيرة بعد ما بردت وحطيتها بالثلاجة. وهي كانت النتيجة. الحمد لله هذا كان غدانا لهذا اليوم. نشكر الله تعالى دائما وأبدا. هلا بهالسهرة كنا مفورين على هدول البزاليات، فقلت لازم نضبهم بقى بالفريزر بعد ما بردوا. البزالية مثل الفول بنحط لها شوية مي سخنة ورشة سكر وبنقلبهم تقليبتين دغري بتستوي البزالية، ما بتاخد وقت. هدول البزاليات جبتهم معي من حمص، جبت معي كرتونتين إلي وكرتونة لبيت حماي وكرتونة لأهلي. ما شاء الله خضر تازة بياخدوا العافية. هاي جبناكم عند رومين زمني. يزار بده لون الاخضر، بدك لون الاخضر انت؟ ان شاء الله كل واحد هياخذ طاوله. ما شاء الله كل واحد هياخذ اللون تبعه. لا ماما كلكم قعدوا على طاوله واحده، ما بصير هيك. اللون الاصفر. في آخر السهرة والله ضاق خلقي، والولاد كمان ضايق خلقهم على الدراسة وهيك، فقلت لهم قوموا لأخذكم طعميكم بوظة. فجبناهن عند رومينزا فرع كفر سوسة، وهن كل ما بنمرق من جنب هذا المحل مو محله هيك كله على شكل بوظة، فبقولوا لي جيبونا عليه، فجبتن عليه. والله كتير كتير انبسطوا. فقلنا لهم اختاروا كل واحد شو بده، كل واحد اختار النكهة اللي بده اياها. هلا هي زبدة اللوتس، هي تشيز كيك زبدة اللوتس. شلون لقيتها طيبة؟ وبس هيك هذا كان فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. هي طولت لكم يا للفيديو كرمال عيونكم وبس. ما تنسوا تزوروا قناة مطبخ علا هوم، واكتبوا لها نحن من طرف ام اللول. بارك الله فيكم جميعا. بتشكركم كتير كتير على حسن المشاهدة. وحكمة اليوم بتقول: كما تدين تدان، وكما تعين تعان، وكما ترحم ترحم، وكما تزرع تحصد.